السلام عليكم متتبعي قناة لمسة أم أريج، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي. ويلقاكم لفيديو نهار اليوم في أتم بالصحة والعافية إن شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الوصفة ديال الغداء ولا العشاء اللي هو الرز معمر بالرز مرافق. فكيف ما قلت الأرز هنا مرافق بالفخيدة ديال الدجاج. يعني هاد الطبق هذا راني حضرته في الفرن، سهل وما فيش بزاف صراحه ديال المراحل، غير زعموا عليه. عندي هنايا في المكونات، عندي هنايا فخذ الدجاج، عندي هنايا لاصوص الصوجا، عندي هنا البهارات اللي كان نرافق بهم. عندي هنا قزبور، معدنوس، البصل، المطارد وزيت الزيتون. فهنا غنشد واحد البلاطو اللي غنوجد فيه هذا الشيء، واحد الاناء غنعمل فيه واحد الكميه ديال المعدنوس. عندي هنا 3 ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين، ضروري في هذه الوصفه هذه تكون الثومه. بالنسبه للبهارات اللي استعملت، عندي هنايا الابزار او الفلفل الاسود، وعندي هنا الفلفل الاحمر، وعندي هنا الخرقوم. عندي هنا واحد الملعقه صغيره من لاصوص الصوجا، كذلك ملعقه صغيره من الملح. هنا بالنسبه للهريسه الحاره اختياريه، بغيتو تضيفوها ضيفوها، ما بغيتوش صافي. هنا غنضيف واحد الكميه من زيت الزيتون. هنا كذلك غنضيف واحد الملعقه كبيره من المطارد. كذلك بالنسبه للمكون ديال المطارد ضروري يكون في هذه الوصفه هذه صافي. وهاد التتبيله هذه كنحاول انني نخلطها مزيان. كذلك غنضيف واحد الكميه من زيت الزيتون، نصف كأس من عفوا زيت المائدة. فانا هاد الشرموله هذه اللي حضرت فمباشره، يعني ملي غيبات فيه الدجاج ديالي، فمباشره غنفرغ داكشي كله اللي في بلاطو في الاناء اللي غندخل انايا البلاطو اللي غندخل الفرن، يعني ما غنضيف له والو من موراها. صافي كيف ما كتشوفوا هاد الكويس هادو غنشدهم وغنتقيهم بهاد السكين هكذا مزيان باش كتدخل ضروري فيهم داك التتبيله. صافي هنا غنحاول نحيد الملعقه وغنحاول ندخل فيهم داك التتبيله مزيان باش يتشربوا، وكتولي داك الساعه كيوليو فتيين كتدخلهم الشرموله. وفاش كيطيبوا يعني كيطيبوا دغيا، ما كيدوش معنا الوقت بزاف، وكذلك كيجيو يعني لذاذ حتى من الداخل، كتجي كتدخلهم داك الشرموله كيجيو لذاذين. فشوفوا الطريقه كيفاش كندخل انا داك الشرموله فيهم، ما كنخليه حتى شي بلاصه. صافي وهنا غنضيف واحد عندي واحد البصله صغيره قطعتها على شكل شرائح، حتى هي غنضيفها في المرحله الاخيره. صافي وغنغطي هذا البلاطو هذا بالسلوفان وغندخلو للنبيره يبات ليله كامله. نتوما الا ما كانش عندكم الوقت ممكن انكم تحضروها على تساع واحد جوج سوايع ولا 3. انا هذا في اليوم الموالي بعد ما دخلتها للثلاجه. فهنا غندوز مباشره للرز اللي عندي. بالنسبه للرز انا استعملت الرز الاسمر، هذا لسان الطير اللي كيكون رقيق. بالنسبه للدجاج كما كتشوفوه راه تشرب مزيان. هنا غندوز باش نسلق هذا الرز هذا، غنسلقه واحد ربع ساعه
في الماء مغلي والملح والقليل من الزيت. ملي غيتسلق غنصفيه ونخليه جانبا يستقطر، يعني ما كيكونش فيه ولا قطره واحده من الماء. صافي غنجيب الاناء اللي غندخل الفرن، هذا هو المول اللي غندخل الفرن. صافي وغنستف فيه هاد الكويس هادو، وغنضيف داك الشرموله كامله. هنا كذلك غنضيف واحد البصله صغيره، حتى هي عندي مشلده وغنضيفها في الاخر، لانه هاد الدجاج هذا كيدي البصله وكتبنو بزاف. صافي في هذه المرحله الاخيره فهنا انا غنضيف واحد الكاس من الماء عادي من الصنبور. صافي وغنوضع عليه ورق الطبخ، ومن بعد بابي الومنيوم. كيف ما كتشوفوا الكميه ديال الماء اللي ضفت. صافي وهنا كيكون عندي الفرن اللي هو ساخن، غنخليه يطيب على المهل واحد 30 دقيقه. غير نشوف يعني بقات فيه غير المرقه قليله، صافي نحيد عليه داك السلوفان ونحيد عليه داك بابي الومنيوم ونخليه يتحمر، نطلعه الفوق نخليه يتحمر. صافي ونطفي عليه الفرن. هنا بالنسبه للتتبيله اللي كنتبل بها انا هاد الروز هذا كيجي لذيذ. فهنا في واحد لاكاسغول، عفوا في واحد المقلاة، غنضيف كميه من زيت المائده. عندي هنا واحد البصله غير صغيره، غتشوفوني انني استعملت البصل بزاف، ولكن بلا بصله راه ما كاين والو. انا هذه غير بصله غير صغيره. عندي هنا واحد الكميه ديال الفلفل الاحمر، وعندي كميه كذلك من الفلفل الاصفر. نتوما اللي متوفر عندكم ممكن انكم تضيفوه. صافي كنصوتي هاد المكونات هادو بثلاثه. هنا كنضيف القليل من المعدنوس. راه شحال ما كان هاد الرز هذا، شحال ما كان يعني غني بهاد المكونات اللي فيه، الا وكيجي لذيذ. هنا كنضيف له كذلك واحد الكميه قليله من الزبيب، الملح. هنا واحد الكميه صغيره كذلك من الخرقوم، هو اللي كيعطي داك اللون للرز.
صافي هنا بعد ما تشحر هادشي كامل كنجيب الروز ديالي كيف ما كتشوفوه، يعني مفروز، يعني كل حبه بوحديتها، يعني ما متلصق ما والو. صافي كنضيف الكميه وكنبقى نخلط. هنا انا استعملت واحد الكميه يعني نصف كيلو كله استعملته. صافي كنستمروا بالتحريك هكذا، وداك الساعه كنطفي عليه النار وكندوز باش نقدمه. هنا بالنسبه للدجاج ديالي راه وجد، والروز كذلك راه وجد. هنا غندوز في صحن التقديم. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش لايك للفيديو وكومنتير للتشجيع فقط. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، يكون الفيديو عجبكم وخفيف على قلبكم. فانتظروا الجديد ديالي ان شاء الله. دمتم اوفياء.